ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الدوناتس بطريقه سهله جدا وان شاء الله تكون ناجحه معاكم. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. وهشه جدا من جوه وتحفه زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه معايا كوبايتين من الدقيق، بحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الخميره، وهحط معلقه كبيره من السكر ومعلقه كده صغيره او رشه صغيره كده من الملح. وفي بوله تانية او ممكن تبداوا الاول بالمواد السائله وتضيفوا المواد الجافه. فانا جبت في بوله تانية بيضه وحطيت عليها معلقه كبيره من الزبده، بس سيحتها الاول وحطيت نص كوبايه من اللبن وضربتهم كده كويس. وحطوا كمان معلقه صغيره كده من الفانيليا. انا سيحت كده السمنه شويه لغايه ما فكت في الميكروويف. وهنزل بقى بيهم على الخليط الجاف كده معايا. وبعد كده هزود ميه دافيه للعجن. ممكن تحتاج منكم ربع كوبايه من الميه او اقل حسب نوع الدقيق بتاعكم. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان احنا بنعجنها كويس جدا علشان توصلوا لنتيجه ناجحه ان شاء الله. هفضل اعجن فيها كده حوالي 5 دقايق او ازيد يعني شويه، وهسيبها تخمر في مكان دافي لمده ساعه. احنا كمان في الشتاء العجينه بتحتاج وقت اكبر علشان تختمر يعني. وهرش بقى الرخامه بتاعتي بالدقيق علشان ما تلزقش. وهفرد بقى العجينه كده بالنشابه لغايه ما اوصل لسمك كده يكون تخين شويه، مش رفيع ولا تخين قوي، لان هي لسه بتخمر تاني فبتتخن جدا يعني بتبقى سمكها بيبقى تخين زي ما انتوا عارفين طبعا سمك الدوناتس. على فكره انا بعد ما فردتها حسيت ان انا عاملاها رقيقه خالص فكورتها يعني من الاول تاني وفردتها تاني علشان اوصل للسمك اللي انا عايزاه يعني، فاهمين؟ باي بقى كوبايه عندكم مدوره كده وتكون كبيره شويه، بعمل بيها الدوناتس كده، بقطعها وبعد كده بفرد العجينه تاني وافضل اعمل لغايه ما العجينه تخلص معايا. يعني اللي بيتبقى من العجين بعد ما اعمل الدواير دي بكوره تاني واعمل دوناتس لغايه ما تخلص معايا العجينه خالص. وهاجي بقى كده من النص كده بايديا افتحها فتحه كده صغيره او بغطا يعني زي ما انتوا عايزين، بس بايديا انا متحكمه اكتر عشان ما تبقاش كبيره قوي، الدايره اللي في النص ما تبقاش كبيره قوي يعني. وعندي هنا شوكولاته خام بسيحها في ربع كوبايه لبن في الميكروويف. وبعد كده بقى هسخن الزيت، واول ما انزل بالدوناتس بخلي النار متوسطه علشان يستوي ما يبقاش معجن معايا من جوه. وبرده مش هكتر في الطاسه علشان ما يلزقش كله في بعضه كده. وهسيبه كده بياخد حوالي 3 دقايق على الجنب اللي تحت و3 على الجنب اللي فوق. اما الاقيه اخد اللون كويس يعني من تحت بقوم قلباه. شايفين بيرتفع ازاي؟ برضو حتى ما نحطه في الزيت بيرتفع تاني. وكده بقى كان خلص معايا. شايفين شكله تحفه ازاي؟ طريقه بقى التزيين زي ما انتوا عايزين تاكلوه كده، تعملوه في شوكولاته زي ما انتوا عايزين. انا عملته بقى في الشوكولاته اللي سيحتها معاكم دي وحطيت على الوش كده كريسبي. وطبعا بقى لازم اسيب كل حاجه تبرد علشان لو حطيت الشوكولاته وهي سخنه على الدوناتس هتسيح معايا ومش هتثبت اصلا على الدوناتس. فلازم الدوناتس تكون بارده والشوكولاته كمان تكون بارده. وهحط بقى على الوش الكريسبي كده وهسيبها برضو تسقع كده شويه، او هسيبها بره التلاجة يعني لغايه ما ما يمسك شويه عليها.
وتاكلوها بقى بالهنا والشفا، بجد تحفه جدا. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، سبسكرايب للي اول مره يشوف قناتي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.